مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم جميعا معانا وحلقة جديدة ملفات ساخنة الجمعة من كل اسبوع الساعة 7 بتوقيت القاهرة، دائما وابدا وفقط على هذه الشاشة، شاشة الفضائية المصرية. ومصر تستقبل في قصر الاتحادية المستشارة الألمانية ميركل أهم الملفات سياسية أمنية اقتصادية اللي تم مناقشتها ما بين المستشارة الألمانية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ماذا تعني هذه الزيارة ولماذا الآن ليبيا وسوريا، اللاجئين، العديد والعديد من القضايا الهامة تم مناقشتها في هذه الزيارة. خلوني مرغيش أكتر من كده وارحب بضيفنا اللي منورنا ومشرفنا، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السرساوي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمتخصص في الشؤون الأوروبية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ عيد. أولا، ماذا تعني هذه الزيارة ولماذا الآن؟ سؤال رائع. الزيارة دي تعني لمصر والألمانيا الكثير للغاية. احنا عارفين ان ألمانيا عندها مشاكل أمنية كثيرة بدأت منذ تفجيرات كولن في ألمانيا من حوالي 6 شهور تقريبا. ألمانيا أو الحزب أو الائتلاف الحاكم الموجود حاليا عنده انتخابات برلمانية في سبتمبر القادم، وبالتالي ما يحدث الآن في الشارع الألماني سيؤثر كثيرا للغاية على هذه الانتخابات. ألمانيا ما عندهاش مشكلة اقتصادية، بالعكس ميزانية العام الأخير حققت فائض في الميزانية. يعني دايما ميزانية الدول بيبقى فيها عجز، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الميزانية الألمانية حققت فائض، وبالتالي حتى المواطن الألماني في كل الاستطلاعات الرأي اللي أجريت خلال الشهور القليلة اللي فاتت راضي عن أداء الحكومة، قال إن أنا ما عنديش مشكلة اقتصادية، أنا المشكلة الكبيرة اللي احنا ممكن نواجهها هي المشكلة الأمنية نتيجة طبعا الهجرة غير المشروعة، ونتيجة العدد الكبير جدا من اللاجئين اللي دخل ألمانيا منذ أحداث سوريا. الحقيقة برضو من الدراسات اللطيفة اللي أجريت في ألمانيا، هل ده أفقد المستشارة الألمانية جزء من شعبيتها، أن الشعب الألماني أو المواطن الألماني لم يكن ولم يعد راضيا عن استقبال اللاجئين داخل أراضيه بمنتهى الأمان؟ لا، بص حضرتك، هو مش المستشارة الألمانية لوحدها هي المسؤولة عما حدث، بالعكس ده هي كانت واقفة موقف متشدد في بداية الأزمة، والألمان نفسهم وبعض الجمعيات المجتمع المدني في ألمانيا هي اللي طلبت بالسماح بدخول الألمان. واحنا فاكرين صور الأطفال، كان في صورة كانت مشهورة للغاية للأطفال اللي هم بدأوا يتجمدوا من البرد، وتم الضغط على الحكومة الألمانية لقبول في بداية الأزمة لقبول عدد كبير من اللاجئين. لما دخل هذا الكم الضخم، يمكن أكثر من حوالي 1,250,000 لاجئ دخلوا ألمانيا منذ بداية الأزمة في سوريا حتى الآن، وبدأت تظهر المشاكل الأمنية المحيطة بهذا العدد الضخم، خاصة أن هناك بعض الإرهابيين أو المتطرفين أو المتشددين تسللوا داخل هذا العدد الكبير من اللاجئين. حتى أحداث التفجيرات اللي حصلت في ألمانيا كلها كانت من ضمن هؤلاء المتشددين اللي هم دخلوا ألمانيا في ظل هذه الظروف. وبالتالي بدأ المجتمع أو الرأي العام الألماني بدأ ينقلب، بعد ما كان متعاطف في بداية الأزمة أصبح الآن غير راضي. وبقول لحضرتك الدراسة اللطيفة اللي اتعملت هناك في ألمانيا وعملها عدة مراكز بحوث، قالت إن 48% من الشعب الألماني لم يعد يشعر بالأمان، وأن تقريبا نصف سيدات الألمان 58% منهم، أكثر من النص، ما بيحسوش بالأمان في الشوارع، وإن هم حاسين في أي لحظة إن ممكن يحصل عملية تفجير. وبالتالي هذه الإثارة اللي استغلتها بعض أحزاب اليمين المعارضة للائتلاف الحاكم، بدأت الصورة حملوا ده على المستشارة الألمانية وكأنها المسؤولة بالرغم من الموقف الأولاني. وبالتالي كل هذه الأمور ستحسم وسيقول الشعب كلمته في الانتخابات القادمة. من هنا المستشارة الألمانية كانت حريصة للغاية على زيارة القاهرة. الملف الأمني هو الملف رقم 1 في أجندة المستشارة الألمانية الدكتورة أنجيلا ميركل في زيارتها الأخيرة. طب لماذا مصر، ولماذا يرتبط الأمر بمصر؟ ما علاقة مصر بإرهاب يمارسه لاجئ غير شرعي يوجد في الأراضي الألمانية؟ هي جاوبت على السؤال ده والمستشارين بتوعها، وقالوا إن مصر هي الدولة المستقرة الموجودة في المنطقة
في وسط بحر هائج من الدول السائلة. احنا شايفين ليبيا على حدودنا الغربية، عندنا سوريا والعراق في المنطقة، وبالتالي هم شايفين ان مصر هي المركز او السنتر اللي ممكن يتحكم في مثل هذه المسائل. دي نقطة. النقطة الثانية ان هم شايفين ان موجات الهجرة غير الشرعية اللي بتأتي عبر شاطئ الجنوبي للبحر الابيض المتوسط بيجي من ليبيا، وان ليبيا هي اصبحت محطة ترانزيت للارهابيين، وبيقدروا ان هم يهربوا من الحدود الليبية، يروحوا على تونس والجزائر او يروحوا على مصر، ومن خلالها يركبوا المراكب ويروحوا يتدفقوا الى اوروبا. طبعا هم بيوصلوا المانيا ليست متشاطئه على البحر الابيض المتوسط، ولكن هذه موجات الهجره بتوصل الى ايطاليا او اليونان او اي بلد ساحلي وتتدفق من هناك نحو، لان احنا عارفين ان الاتحاد الاوروبي حدوده مفتوحه، وبالتالي يقدر ان هو طالما وصل الى ايطاليا يقدر يوصل الى المانيا بسهوله. ويمكن الشاب اللي عمل التفجيرات الاخيره في المانيا قدر ان هو يهرب في خلال حوالي 10 ساعات فقط من المانيا يوصل الى ايطاليا. يعني هو قتل او البوليس الايطالي هو أرداه قتيلا في داخل محطه قطارات في ايطاليا. يعني هو قدر ان هو بالرغم ان مفيش حدود مشتركه على فكره ما بين ايطاليا والمانيا، ان في النمسا موجوده ما بينهم وسويسرا، وبالتالي هو قدر ان هو يعبر حدود 3 دول حتى يصل الى ايطاليا. فالانتقال داخل اوروبا الحقيقه سهل للغايه، وبالتالي موجات الهجره الكثيرة التي قد تأتي عبر الشواطئ الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط يستطيع أن يتدفق إلى ألمانيا. يعني عادت مصر لتكون من جديد رمانة الميزان بعد أن أشاع البعض، وحضرتك صحح لنا أن العلاقات شديدة التوتر ما بين ألمانيا وما بين جمهورية مصر العربية. لا على الإطلاق، هي ما كانتش شديدة التوتر، لكن هو كان فيه سوء فهم وأزيل مثل هذا سوء الفهم. والزيارة الحقيقة دي أهميتها أستاذة أيتن مش بس اقتصادية ولا أمنية، ولكن هو السبب اللي حضرتك بتقوليه إن هو إثبات آخر وجديد على أن أمن هذه المنطقة لابد أن تكون القاهرة في يد مصر لها فيه دور مهم للغاية. وما ننساش كمان أن مصر هي ترأس لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن. عارفين أن مصر عضو غير دائم حاليا في مجلس الأمن، وترأس لجنة الإرهاب، أي أن كل معلومات الإرهاب التي تقودها الأمم المتحدة في العالم ترأسها مصر من خلال هذه اللجنة. أيضا مصر عضو في مجلس الأمن والسلم الأفريقي في الاتحاد التابع للاتحاد الأفريقي. مصر هي لها دور مهم جدا لاستتباب الأمن داخل ليبيا، وبالتالي هي حتى المستشارة ميركل قالت ان ضبط الحدود ما بين مصر وليبيا هي حدود طويلة للغاية، هي تزيد عن 1200 كيلو متر تقريبا، وان احنا هنتعاون مع مصر في ضبط هذه الحدود من خلال تزويد مصر بتكنولوجيا متقدمة لمراقبة هذه الحدود الصحراوية الطويلة للغاية. هل زيارة المستشارة الألمانية لجمهورية مصر العربية هل بتحمل رسائل من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ولا بتحمل رسائل من ألمانيا فقط؟ شوفي حضرتك، هي بغض النظر عن ان هي بتحمل رسائل ولا لا، لكن هي هتؤدي الى نتائج ايجابيه كثيره للغايه. احنا النهارده مصر الحمد لله بتتمتع بعلاقات جيده مع 99% من القوى الدوليه المهمه للغايه. احنا الولايات المتحده الامريكيه بعد التوتر اللي احنا شفناه في العلاقات مع امريكا في الفتره الاخيره، احنا شفنا العلاقه الجيده اللي بتربط ما بين الدولتين، والكيمياء اللي موجوده ما بين الاداره الامريكيه الجديده كمان بالظبط. وطبعا روسيا نفس الشأن. احنا عندنا المانيا، عندنا فرنسا داعمه بقوه
لمصر وللدولة المصرية. أيضا العلاقات مع الصين، العلاقات مع الهند، العلاقات مع اليابان، العلاقات مع كوريا الجنوبية. يعني معظم دول العالم القوية والغنية. احنا شفنا دعوة الرئيس السيسي لقمة دول ال20 اللي عقدت مؤخرا في بكين. هذا يؤكد. تحية طبعا لوزارة الخارجية والمجهود الرائع اللي بيقوموا به في تناول كافة الملفات في كافة العلاقات مع الدول الكبرى. صحيح. فبالتالي يمكن هي الخطوة الجاية ان شاء الله هتكون ايطاليا وبريطانيا، هم اللي لسه لم تصل العلاقات معهم للدرجة المأمولة والمطلوبة، وإن كانت طبعا الظروف تحسنت للغاية وهترجع لطبيعتها قريبا جدا. ومن هنا زيارة المستشارة ميركل هتفتح مثل هذه الأجواء، وألمانيا باعتبارها دولة محورية والاقتصاد السادس في العالم والأول في أوروبا، في مجموعة دول بتدور في الفلك الألماني، لأن احنا عارفين أن السياسة والاقتصاد هما وجهين لعملة واحدة. صحيح. وبالتالي زيارة شخصية مهمة للغاية زي المستشارة الألمانية إلى القاهرة ستفتح كل هذه العلاقات الدول التي تدور في الفلك الألماني والفلك الأوروبي لكي تكرس وتعزز وتقوي علاقتها بالقاهرة فوق المستوى الموجود حاليا إن شاء الله. كانت المستشارة الألمانية حريصة على زيارة الأزهر وزيارة الكاتدرائية، ماذا يعني هذا؟ هو في بعد إنساني شخصي، وفي بعد يرتبط بالقضايا اللي هي جاية تتكلم فيها. احنا المستشارة أنجيلا ميركل هي أساسا متدينة، يعني تنتمي إلى أسرة مسيحية متدينة. احنا والدها كان قس، وهي اتربت في معسكر يعني قبل عودة الاتحاد الألماني. يعني اتربت معظم حياتها في ألمانيا الشرقية سابقة أو ألمانيا الديمقراطية، فعارفة يعني إيه حياة المعسكرات ده على المستوى الإنساني من تكوينها، من تشكيل وجدانها وأفكارها. بالظبط. وبالتالي هي والحزب بتاعها اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي. وعلى فكرة دي ليست أحزاب دينية، يعني عندما يقال الحزب المسيحي الديمقراطي أو الحزب المسيحي الاجتماعي هو حزب علماني، ولكن على أساس القيم المسيحية المرتبطة بالحياة اليومية وليست بتفاصيل الدين. يعني بس احنا يعني أفكارنا اتشكلت على إنه ما يبقى اسم مقترن بدين يبقى لازم في صبغة دينية أو نزعة دينية في هذا الحزب يا فندم. لأن احنا حضرتك قلتي احنا تشكلنا على كده. هو في أوروبا بالعكس، يعني هم تم فصل الدين عن الدولة من زمان جدا، من أيام صحيح مارتن لوثر كينج. ولكن هو حزب قائم على القيم، يعني القيم المستمدة من الإنجيل ومن كتاب الله وهو الإنجيل. ألا يعد هذا يعني تداخل ما بين الدين وما بين أيديولوجية الحزب الفكرية؟ لا، لأن في التوجه الحزبي المسيحي في أوروبا عموما، مش في ألمانيا بس، هو مفيش تشريعات مستمدة من الأديان، من الدين. وبالتالي هو اسم له مسحة عاطفي، يعني لا أخلاقية. أخلاقية أكتر منها مسحة دينية صرف. وبالتالي هي جاية بهذا الزخم وهذا التاريخ الشخصي وهذا التاريخ. على فكرة المجتمع الألماني كمان مجتمع محافظ ومتدين. صحيح. لدرجة كبيرة. وبالتالي المؤسسات الدينية في المجتمع الألماني لها احترامها الكبير. يعني في حرية أديان في ألمانيا، وهم لما حتى يعني استقبلها شيخ الأزهر كانت سعيدة للغاية، وقالت صحيح. إن أنا موجودة في قلعة التسامح السني في العالم، وهي تقدر الدور الذي يقوم به الأزهر. وهي حتى طلبت من الإمام الشيخ أحمد الطيب أن هي تدرب الأئمة الألمان في الأزهر على التسامح، لأنها خشيت أن تدخل الأفكار الداعشية والأفكار المتطرفة إلى المساجد في ألمانيا. على فكرة هم تم مؤخرا
يعني غلق 2 من المساجد التابعة لداعش داخل ألمانيا. وبالتالي يعني لقوا ان إن ما يقدم من أفكار. الولد اللي عمل التفجيرات الأخيرة كان بيصلي في أحد هذه المساجد، وراحوا أغلقوه من حوالي 3-4 أيام، وتحفظوا على أجهزة الكمبيوتر وعلى الكتب الموجودة هناك. وبالتالي هي حريصة على زيارة هاتين المؤسستين العريقتين، سواء كان الأزهر الشريف أو كنيستنا القبطية. هي لما الحقيقة يعني راحت زارت قداسة البابا توادرس الثاني في الكنيسة بالأمس في الكاتدرائية، حقيقة هو ركز معاها على 7 نقاط في غاية الأهمية. لا، أولا إن احنا طول عمر المسيحيين وإخوانهم المسلمين في مصر احنا في تعايش وفي سلام وفي محبة وفي تلاحم، ليس هناك انفصال. يعني دايما الأستاذ أيتن المجتمعات اللي بيحصل فيها تناحر طائفي، أنا يمكن كنت من المحظوظين اللي رحت غطيت حرب كوسوفا في سنة 99 في البوسنة، في إقليم كوسوفا. اكتشفت هناك ليه هم حصلت الحرب الطائفية. الاثنين بيتكلموا لهجتين مختلفتين وعايشين في مناطق منعزلة، ودول لهم مدارسهم ودول لهم مدارسهم ودول لهم مؤسساتهم ودول لهم مؤسساتهم. يعني مفيش اختلاط حقيقي بينهم كأفراد في المجتمع، حتى الشكل مختلف. يعني حضرتك لما تشوفي شكل دول جذورهم ما هياش واحدة. وبالتالي كل هذه المسائل ليست موجودة. ما يفرق المصري المسيحي عن المصري المسلم ولا حاجة، هو الاسم بس. صحيح. يعني وساعات الاسم يختلط علينا، ما تبقاش عارف هذا الاسم دي سيدة مثلا مسيحية ولا سيدة مسلمة. لا، انا حتى لو الاثنين اسمهم عماد بقول لحضرتك يعني هي فروق إنسانية طبيعية عادية. وبالتالي قداسة البابا كان حريص على توضيح هذه الصورة بالنسبة للمستشارة الألمانية، وقال لها حقيقة ان بعض المشاكل اللي بتحصل هي نتيجة الجهل والفقر والتعصب والإرهاب اللي هو جاي أساسا ليس من التربة المصرية ولكنه جاي من الخارج. ووضح لها ان ثورة 30 يونيو دي ثورة قام بيها الشعب المصري كله، لان كان في المسألة دي كان فيها لبس كتير في اوروبا وفي المانيا. وقال لها لا، دي كانوا بيعتقدوا وبيصدقوا اكاذيب الاخوان في انه انقلاب عسكري على حاكم شرعي، لان الثوره حدثت فجاه. يعني احنا ثورتنا في 30 يونيو احنا الثوره بتندلع في لحظه، فهم ما كانش عندهم. يعني هم بعد 25 يناير قالوا خلاص المصريين انقلبوا على نظام مبارك وصاروا عليه وخلاص، وهم عملوا انتخابات وكده. لكن ما حدش هناك قدر يرصد الغليان اللي كان بيتم في السنة اللي حكمت فيها الجماعة الإرهابية داخل مصر. ويمكن الأحداث احنا تحركنا بسرعة وقدرنا الحمد لله ان احنا نزيل هذا الحكم الغاشم الأسود بسرعة. فهم لم يلاحقوا الأحداث السريعة اللي كان فيها الشعب المصري بس في هذه كانت حاجة مثيرة للتساؤل ان هم رحبوا جدا وأشادوا وثمنوا ثورة 25 يناير وما عملوش نفس رد الفعل مع 30/6، مع ان المصريين نزلوا لإنقاذ الهوية المصرية ولجمهورية مصر العربية ضد هذه الجماعة الإرهابية. لأن بقول لحضرتك تمت بسرعة. احنا أقل من 12 شهر كنا احنا قدرنا. يعني تخيلي شعب قدر ان هو يغير النظام. اتمرنوا على الثورات المصريين، فلما لقوا البلد بتتسرق هبوا واقفين جميعا يد واحده. الحمد لله الامور استقرت. فهو كان حريص ان هو يقول لها ان 30 يونيو كانت ثوره شعبيه قام بيها الشعب المصري كله والجيش حماها. وان الفتره اللي من 30 يونيو لغايه النهارده شهدت كتير جدا من الانفتاح والتسامح. قال لها حتى ان احنا عندنا 39 نائب مسيحي داخل البرلمان المصري، وان احنا البرلمان شرع لنا قانون بتاع بناء الكنائس وترميمها، وان الدولة المصرية نفسها هي اللي انفقت على ترميم الكنيسة، وان الإدارة المصرية وعلى رأسها رئيس السيسي والحكومة المصرية حريصين على زيارة الكاتدرائية حتى في أعياد الميلاد. ده يعني أصبحت زيارة تقليدية للرئيس بروتوكول كل سنة ولرئيس الجمهورية أن يحضر القداس ويهنئ يعني إخواتنا في الوطن بأعيادهم. هو يعني أصبحت يعني تقليد أرساه رئيس السيسي، وأوضح لها
الصورة تماما ان ما يحدث في سيناء مؤخرا هو كان نتيجة الإرهاب الأسود الغاشم وليس من الشعب المصري تجاه بعضه. فالحقيقة كانت هي حتى صلت هناك داخل الكاتدرائية، وكانت يعني سعيدة للغاية ان هي قدرت خلال هذا اليوم ان هي تقابل قمتين او رئاستين دينيتين كبار في مصر. احنا يعني الكنيسة القبطية المصرية هي من أقدم الكنائس على مستوى العالم. صحيح. وهي يعني يقال إن هي الكنيسة الأم، يعني هي قبل يمكن كنيسة روما، وطبعا الأزهر بمرجعيته الكبيرة وأنه هو الجامعة الأقدم، يعني أكثر من 1000 سنة الأزهر هو الجامعة الأم الكبيرة للمسلمين السنة حتى وغير السنة على مستوى العالم. هي كانت زيارة ناجحة وموفقة، وقدرت ان هي تحقق المطلوب. وانا يعني شايف ان هي توقعات المستشارة الألمانية كانت في محلها وفوق توقعاتها كمان قد تحققت. ده على الجانب الألماني. اما على الجانب المصري بقى كان الاهتمام بالاقتصاد. ده انعكاساته ايه على الرأي العام العالمي وهم يروا هذه المستشارة تزور الكاتدرائية في مصر وتزور الأزهر في مصر؟ ده بيبقى بيعمل صدى شكله ايه يا فندم؟ ما بقول لحضرتك احنا الحمد لله مصر صورتها في الخارج رائعة للغاية. ده على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، والكل يسمن ويقدر ما تقوم به مصر في هذه المنطقة. يعني أنا يعني يمكن شاهدوا من أهلها، يعني أنا مش هقول وجهة النظر المصرية، هي نفسها قالت إن ما حققته مصر خلال الشهور الأخيرة وأنها هي التي تقود الاقتصادي والأمني، تقود مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، وأن هي الدولة المستقرة. يعني تخيل حضرتك أنت دولة في منطقة بهذه الهشاشة وهذه الخطورة شرقا وغربا، ويعني النيران مشتعلة في كل مكان وتظل متمسكة. بالعكس ده بتبني. واحنا النهاردة خبر مبشر ان اصبح عندنا الاحتياطي النقدي من الدولار اصبح 26.5 مليار دولار موجودين في البنك المركزي. بنقدر نعمل مشروعات استثمارية عملاقة على امتداد الخريطة المصرية. احنا كنا الاول دايما بنركز على القاهرة وعلى وادي النيل، النهاردة احنا بنشوف الصعيد 1.5 مليون فدان منتشرة على مستوى مصر كلها. بنشوف المفاعل النووي بيتبني على حدودنا الشمالية الغربية. بنشوف سيناء وما يحدث في المخطط لان احنا نعمرها وان احنا ننميها. بنشوف الانفاق اللي تحت قناة السويس. بنشوف المحطات الكهرباء. تخيل حضرتك احنا عملنا في الشهور القليله اللي فاتت دي مع الجانب الالماني 3 محطات اللي افتتحتهم بالفيديو كونفرنس مع رئيس عبد الفتاح السيسي. الالمانيه فتحتهم امبارح. كل واحده فيهم بتدي كهرباء ضعف السد العالي. يعني تخيل حضرتك احنا 3 محطات بيدوا 6 اضعاف السد العالي. احنا المحطات يعني دي 3 سد عالي جديد. يعني المصريين لما وقفوا وغنوا وقلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، النهارده عملنا 6 اضعاف لهذا السد العالي. 6 سد عالي. وفي وقت قياسي وباعلى تكنولوجيا. وده هيغطي لك. احنا ان شاء الله هنقدر ان احنا نصدر كهرباء الفتره اللي جايه ان شاء الله لما يكتمل ال3 محطات بالكامل. وهنقدر ان احنا نزود كل المشروعات الاقتصاديه بتاعتنا، المنطقه الاقتصاديه العملاقه اللي احنا عملناها في قناه السويس. عندنا الجانب الروسي جاي هيفتتح مشروعات فيها. والصين. عندنا الصين. عندنا ألمانيا كمان يعني على وشك. كوريا الجنوبية، سنغافورة. فالحقيقة احنا النهاردة بنعمل بنية أساسية بالتوازي. يعني احنا مش عملنا محطة الكهرباء وهيجي لنا المستثمر وما يلاقيش شوارع يمشي فيها. احنا عملنا طرق 7000 كيلو متر طرق، حوالي 4 أضعاف كل الطرق اللي كانت موجودة في مصر خلال العامين الماضيين. بنعمل مشروعات الكهرباء، بنعمل كل المشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي والمية والكهرباء والإنترنت. كل ده بالتوازي بحيث لما يجي أي مستثمر النهاردة يستثمر في بدل مصر الميزة النسبية عشرات الميزات النسبية على هذه الأرض. بالظبط. وبالتالي احنا بنأسس لدولة قوية كبرى. مش بنأسس
لدوله وبنحارب الارهاب وسط كل ده. احنا ما احناش مش قاعدين مرتاحين. انا بقول لحضرتك احنا بنحارب. انا بقول لحضرتك ان انت بتعملي ده في وسط هذه السيوله اللي موجوده في المنطقه. فكل هذه الامور مشاهده ومعروفه، والسفارات الاجنبيه تنقل ما يدور في القاهره الى عواصمها، وبالتالي عمليه تصحيح وجهات النظر بدات تثمر الان على المستوى العالمي. زي ما بقول لحضرتك الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، روسيا. ملف السياحه ما ننساش ان احنا بنعتمد في جزء كبير جدا على مواردنا من العمله السياحه الصعبه من وخاصه من السياحه الالمانيه. احنا كان عندنا سوق الماني مفتوح. كان سوق كبير جدا للغايه. احنا كنا وصلنا لحوالي 12 مليون سائح، منهم 4 ملايين سائح من المانيا. تخيل حضرتك لما يرجع هذا العدد. كانت كل شواطئ البحر الاحمر وشرم الشيخ وجنوب سيناء كلها كانت تقريبا من المانيا وروس وجزء اخر من باقي الدول. وبالتالي عندما تعود السياحه في الموسم القادم، احنا على وشك ان شاء الله في بورصه برلين هتعقد في الشهر الحالي في مارس. فبعد هذه الزيارة هيكون برضو لها أثر إيجابي كبير للغاية. إن شاء الله احنا كما توقعنا 2018 حتى مع اكتشافات الغاز الجديدة وتبدأ إن شاء الله حقول الغاز في الإنتاج، احنا هنشوف مصر أخرى في نهاية العام القادم. احنا ما بنقولش بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين، احنا بنقول خلال تقريبا 18 شهر هتبدأ هذه الثمار اللي احنا بدأنا نحس بيها، هتبدأ هذه الثمار مع الإصلاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بدأناه منذ حوالي 2 3 شهور. كل هذه المسائل سيتم إسقاط ثمارها على الشعب المصري ويشعر بها المواطن المصري. معانا مداخلة الأستاذ السيد محمود محمد عضو مجلس الغرفة الألمانية في مصر. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا. احنا بنمسي على سيادتك ونمسي على الأستاذ أحمد ربنا يخليك. تحت امر. متابعة حضرتك شرف لينا يا فندم. الاستثمارات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين ألمانيا. ايوه، احنا طبعا عارفين ان ألمانيا دلوقتي بقت المستثمر رقم 2 بعد بريطانيا، بقت المستثمر رقم 2 في مصر دلوقتي. يعني الاستثمار الألماني في مصر السنة اللي فاتت كان في تدفق استثمار ألماني، ومن الأول في استثمارات ألمانية كبيرة في مصر في شركات الأدوية وفي شركات الحديد وفي شركات كتيرة جدا جدا، وشركات السيارات طبعا ما ننساش شركات السيارات وإنتاج السيارات. كل الكلام دوت كان موجود في مصر في الفترة اللي فاتت، زائد ان هم ابتدوا في استثمارات جديدة النهارده. في استثمارات جديدة ناويين يستثمروا في قطاع السيارات، ناويين يستثمروا في قطاع الحديد، في برضه في قناة السويس هيستثمروا في قناة السويس. يعني في الألمان النهارده ابتدوا يبحثوا استثمارات كبيرة في مصر، وفي وفود كبيرة جدا جدا بتيجي دلوقتي من ألمانيا عشان تبتدي تدرس فرص الاستثمار في مصر. امبارح احنا كنا في الغرفة التجارية، يعني كان منظمين لقاء بعد اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية الألمانية ورجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال اللي هم الألمان، وكان موجودين كله. وكان سيادة الوزيرة صحة هانم موجودة، وكان سيادة الوزير برضو طارق موجود. يعني واتكلمنا في فرص الاستثمار في مصر، واتكلمنا في الفرص اللي هي البديلة الموجودة. وسيمنز قالت انها تستثمر في مصر استثمارات كبيرة في الفترة الجاية، وهنكون شريك ليها في العمل في افريقيا والدول العربية. احنا طلبنا منها ان احنا نكون شركاء بس مش في ان احنا دلوقتي عندنا خبرة كبيرة جدا في انشاء محطات الكهرباء. احنا انشأنا 3 محطات كهرباء في وقت قياسي جدا جدا، واكبر محطات في العالم دلوقتي. فبقت عندنا خبرة مصرية كبيرة، فنقدر ندخل افريقيا والدول العربية. يعني في النمو الاقتصادي احنا مقدمين على نمو اقتصادي كويس داخل البلد، وبرضه ان احنا نستثمر خارج البلد، نبتدي استثمارات بشريه، استثمارات فنيه، نساعد الشركات الالمانيه في فتح اسواق في افريقيا ونشتغل معاهم في افريقيا والدول العربيه. الخبره اللي خدناها من التكنولوجيا الحديثه، الخبره اللي احنا خدتها العمال بتاعتنا والمهندسين، وسفر بعض المهندسين للتدريب في المانيا. سيمنز هتاخد 300 مهندس تدربوا في المانيا، هتعمل مركز تدريب كبير لتدريب المهندسين والعمال هنا هو المصريين. فكل الخبرات دي اللي هتتنقل ان احنا نشتغل في دول العالم. يعني نقدر نشتغل مع الدول، مع المانيا في دول العالم. حجم الاستثمارات لو خدنا رقم راوند فيجر كده يا فندم بنتحرك تقريبا في كام مليار؟ يعني تقريبا حوالي 1.1 مليار تقريبا، يعني استثمارات المانيا في مصر.
بخلاف بقى طبعا الشغل اللي هو موجود في المحطات والكلام ده. المحطات لوحدها حوالي 8 مليار ونص، 8 مليار ونص يورو تقريبا، يعني محطات الكهرباء 8 مليار ونص يورو. احنا جايبين المكن اللي هو بيعمل الانفاق من المانيا، الاربع ماكينات الكبار. الاربع ماكينات دول هيخلصوا الانفاق هنا ويشتغلوا في انفاق بره، وعاملين اتفاقيات مع الالمان ان احنا نشتغل بره معاهم. فاحنا بالخبره اللي خدناها نشتغل في حتت كبير جدا، وهتبقى في استثمارات جايه اكتر من الاستثمارات الموجوده النهارده. ان شاء الله. المهندس محمود محمد عضو مجلس الغرفه الالمانيه في مصر، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك. ودايما الاقتصاد والسياسه زي ما حضرتك قلت وجهان لعمله واحده. السياسه واللقاءات السياسيه تعكس اتفاق في الايديولوجيات وفي الافكار وفي التوجه. الاقتصاد فورا يأتي ثماره وتحصل المشروعات والتبادل والشراكه والمصانع وغيره وغيره وغيره، ونتمنى يا رب الخير لمصر. صحيح، هم الثلاث قضايا ما ينفصلوش عن بعض، يعني هو الحقيقه الامن هو المظله الكبيره وتحتها سياسه واقتصاد بالظبط، وجواها سياحه وجواها بقيه التفاصيل. طيب، المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الألمانية اللي بتشتغل داخل جمهورية مصر العربية، ماذا تم بهذا الشأن في الحوار ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية؟ شوف حضرتك، هو يعني الحقيقة المؤسسات المجتمع المدني الألمانية اللي بتشتغل في القاهرة وفي مصر عموما مؤسسات محترمة للغاية ولها تاريخ. هو يمكن يعني جم في السكة مع المنظمات المجتمع المدني اللي نقدر نقول يعني بين قوسين كده الشريرة، اللي كانت ممولة من بعض أجهزة المخابرات في العالم للتلاعب بعقول الشباب بمفردات الديمقراطية والتغيير السلمي واللا عنف وما شابه من مفردات. هو أجهزة المخابرات في العالم لها وسائل كثيرة للغاية للتعامل مع المجتمعات المحلية. مرة يخش لك من المجتمع المدني، مرة يخش لك من الإعلام، ومرة يخش لك من جماعات العنف زي داعش. ويعني داعش دول جم منين؟ فجأة القاعدة كانت شغالة وبعدين ما حدش بيسمع عنهم حاجة، وبعدين شوية بوكو حرام تطلع داعش، وشوية بوكو حرام، وشوية النصرة، مسميات مختلفة لجبهات مختلفة، وعندهم أجهزة على أحدث مستوى، عندهم معلومات بتوصلهم صحيح اب تو ديت، اول باول بتوصلهم من القمر الصناعي. عندهم اجهزه اطلاق نار متقدمه، عندهم عربيات دفع رباعي من احدث كل هذه الموديلات. المسائل من اين تاتي؟ من اين لك هذا؟ وبالتالي هو كان شغل اجهزه مخابرات، وخاصه كان في الفتره اللي فاتت كان في بعض الدول المعاديه سواء في الاقليم المحلي في المنطقه او دوليا وعالميا. وبالتالي السؤال بتاع حضرتك، المنظمات المجتمع المدني الألماني يعني هي مختلفة شوية عن هذا التوجه. ويعني شيء بالشيء يذكر، يعني أحد هذه المنظمات هو اللي بينفق عليه وبيرعاه هو الحزب الديمقراطي المسيحي اللي هو التابع للمستشارة الألمانية. بالعكس، ده المؤسس لهذا الحزب وهو المستشار كونراد أديناور، وفي منظمة مجتمع مدني بتحمل اسمه. هو هذه المنظمة تابعة للحزب مباشرة، وهي يمكن ده المنظمة اللي كان لها بعض المشاكل. الحقيقة هي كان هذا الموضوع من ضمن الموضوعات التي أثيرت أثناء الزيارة، وهي صرحت وقالت ان تم يعني تفهم هذا الموقف، وان احنا عملنا زي لجنة لمراجعة مثل هذه المسائل، وان ان شاء الله في الزيارة هي وجهت الدعوة للرئيس السيسي لزيارة ألمانيا خلال يونيو القادم. عارفين ان في يونيو يعني بعد 3 شهور في قمة اللي هو قمة دول ال20 مع قمة مصغرة أفريقية مصغرة، وهي يعني هينتقوا عدد من الدول الأفريقية المهمة للحضور، وهي وجهت الدعوة للرئيس السيسي لحضور مثل هذه القمة. واتفق الجانبين على أن سيتم تعديل مثل هذه البروتوكولات خلال هذه الزيارة بالأحرف الأولى، تمهيدا أن هي توصل للبرلمان المصري للموافقة النهائية عليها وإقرارها.
وبالتالي الحقيقه منظمات المجتمع الالماني ملهاش في مصر ملهاش مشاكل كبيره، واحنا الاداره المصريه متفهمه للدور المهم. هم شغالين دايما في التدريب وشغالين في التوعيه وشغالين في الاعلام، والحقيقه يعني انا اعرف مفيش مخالفات مسجله ناس ضدهم محترمين جدا جدا جدا، ومفيش تحفظات ضخمه وكبيره على ناس هذا المسائل، واعتقد ان هو الموضوع يعني في سبيله للحل. تمام. التعليقات او ربط حقوق الانسان والارهاب، هذه المعادله الشائكه اللي البعض بيتصور انه اذا في ارهاب فانت هتلغي حقوق الانسان وهتتعامل مع الارهابيين بوحشيه او بقمع او بقهر ما شابه من هذه المفردات. وكان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه انه قال انه لو كان عندكم ارهاب زي اللي احنا شفناه كنتوا هتتصرفوا بطريقه مختلفه تماما. لا، الرئيس كمان قال نقطه مهمه بالاضافه اللي حضرتك تفضلتي بيه يا استاذه ايتن، انه الرئيس قال نحن لا نرفع السلاح الا في وجه من يرفع السلاح في وجه الدولة المصرية. يعني احنا يمكن في تصريح شهير كان رئيس الوزراء البريطاني السابق لما قبل تريزا ماي، لما قال ان اذا حدثتوني عن الامن الوطني او الامن القومي محدش يقول حقوق الانسان. ومع ذلك نحن في مصر الرئيس المصري يقول اننا نراعي مثل هذه النقطة، ونحن لا نواجه بالسلاح الا من يواجهنا بالعنف. وبالتالي هي عندما المانيا الشارع الالماني ذاق مرارة الارهاب والعنف وعمليات الدهس وعمليات التفجير، اصبحت الان بالعكس هذه النقطة بالتحديد هم متفهمينها، ويمكن تجاوزوا في أوروبا تجاوزوا ما يحدث في المفاهيم الأمنية المصرية لمواجهة مثل هذه الجماعات التكفيرية. شوفي حضرتك، احنا مصر في هذا الوضع الشائك، ومع ذلك هناك التزام كبير جدا أمام المواطن العادي وحتى أمام الإرهابيين. احنا الإرهابي لا يتم القبض عليه ولا يتم مهاجمته إلا بعد الحصول على معلومات دقيقة، لأن بعض الإرهابيين المختبئين في يختبئوا في وسط الاهالي زي ما احنا شايفين في سيناء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي من اشهر تصريحاته يعني انه رفضت خطه اجلاء الاهالي في العريش منذ 40 شهر، ونتعامل مثل الجراح حتى لا نؤذي المواطنين. مصر ليست عزبه احد، ولا حظر علينا الا اذا ضعفت، ولا خطر علينا الا اذا ضعفت ارادتنا. لو التغيير مش تحت السيطره ما تتوقعش نتائج جيده. صحيح. عارفه حضرتك يعني في تعليمات مشدده من الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه والقائد العام للقوات المسلحه، ان لو في تجمع ارهابي في منطقه وهيصاب او هيضار مدني واحد ومضمون ان احنا نهاجم هذه الجماعه، يقول لك لا استني لما ننفرد بيهم في مكان ونقدر ان احنا نتعامل معهم. وبالتالي هذه النقطه تم التفاهم عليها تماما. ويعني انا شايف ان الزياره كان فيها يعني اعجاب من الجانب الالماني بالجانب المصري وتوجهاته وايديولوجياته، وان هم كانت توقعاتهم من الزياره اذا كانت بنسبه 90% فهم على قناعه الان باهميه ما تقوم به مصر سواء على الجانب الاقتصادي او الجانب الامني اكثر من 100%. طيب، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، ملف السياسة الخارجية للدولة المصرية واستعداد ألمانيا للمشاركة في دعم ليبيا، تحسين الوضع في ليبيا، دعم سوريا، كيف رأيت هذا؟ هو دور مهم جدا، لأن هو لا يتوقف سياسة عند حدود العلاقة المصرية الألمانية. بالعكس، يعني يمكن حضرتك زي ما انت أشرت من شوية ان ده هينعكس على العلاقات الدولية ما بين مصر ودول العالم كافة. لما هم يشوفوا ان ألمانيا اتخذت هذا الخط وهذا التفاهم، ده هيخلي الدول المتأرجحة تراجع نفسها كثيرا. زي مين؟ سمنا اي دولة متأرجحة ومتأرجحة في دعم
اللاجئين، ولا متأرجحة في حربها ضد الإرهاب؟ متأرجحة في إيه؟ لا، هو احنا شوفي حضرتك، هو زي ما قال باشمهندس محمد محمود من الغرفة الألمانية، بالرغم ان بريطانيا اكبر مستثمر في مصر، اكبر مستثمر اجنبي في مصر، لكن هم كانوا واخدين سياسيا موقف ضد مصر؟ لا يعني مش ضد مصر، لكن نقدر نقول ان هو ليس ايجابي بالقدر الكافي. وان كان التواجد المركزي والرئيسي للجماعة الإرهابية كان موجود في بريطانيا. وطبعا ده كان بتشجيع ومساندة من الإدارة الأمريكية السابقة، لأن احنا عارفين أن التعاون الاستخباراتي والتعاون الاقتصادي والتعاون السياسي والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دائما يكون على مستوى مرتفع للغاية. يعني القنوات والنوافذ بين الجانبين منفتحة، ودايما في مثل حتى يقول لك ان السفير البريطاني في واشنطن هو كأنه يعمل في بلده، وان السفير الامريكي في لندن كأنه يعمل في بلده. هناك في توافق في وجهات النظر لحد كبير بين الدولتين. طبعا ليس هناك تطابق، ولكن هناك توافق كبير للغاية. وبالتالي كانت الموقف العدائي للإدارة الأمريكية السابقة كان منعكس على العلاقات المصرية البريطانية. ومن هنا الموقف اللي موجود في أوروبا حاليا، التوازن اللي مصر عاملاه في العلاقات الجيدة تحديدا مع ألمانيا ومع فرنسا، هينعكس بشكل إيجابي في الفترة المقبلة على علاقتنا مع بريطانيا ومع إيطاليا. ما تنسيش حضرتك أن إيطاليا كانت لغاية يمكن من 3-4 سنين فاتت كانت هي الشريك التجاري الأول، مش المستثمر. المستثمر الأول بريطانيا، لكن الشريك التجاري اللي هي عمليات التبادل التجاري والاستيراد والتصدير كانت إيطاليا. فطبعا مع توقف السياحة الإيطالية على إثر الأزمة الأخيرة اللي حصلت ما بيننا وبينهم، المواقف الآن الدول بتتبدل وتتغير لصالح مصر، انعكاسا للنجاح المصري في العلاقات مع دول أوروبية مركزية زي ألمانيا وفرنسا. طيب، تغيير الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر هل غير في المشهد؟ يعني وجود الرئيس دونالد ترامب على سدة الحكم غير شوية عن إدارة أوباما وكلينتون؟ لا، ده غير كتير. الحقيقة مستقبل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هيكون على أعلى مستوى، هيعود إلى سابق عهده في فترة الازدهار في العلاقات بين الدولتين. احنا إن شاء الله الرئيس السيسي سيقوم بزيارة رسمية بدعوة من الرئيس ترامب في آخر مارس الجاري. يعني احنا بنتكلم في يعني 20 يوم او يعني نحو 3 أسابيع هيكون الرئيس السيسي في واشنطن في ملفات كثيرة جدا هتتفتح. يعني بس في نوايا طيبة من الجانبين. صحيح. وفي تصريحات إيجابية بدأت من الزيارة الأخيرة اللي قام بها الرئيس السيسي لنيويورك أيام حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقائه على هامش هذه الاجتماعات. كان أيامها كان لسه المرشحين ترامب وكلينتون، لم يكن الأمر قد حسم. بس يعني كان في توقع مصري كبير جدا بفوز يعني الدراسات الحقيقة اللي كانت قامت بيها جهات كثيرة في مصر، استطلاعات الرأي، دراسات داخل مؤسسات الدولة المصرية، كانت شايفة ان يعني الكفة تميل نحو ترامب نظرا للمشاكل الكثيرة التي حققتها الإدارة الأمريكية السابقة، سواء على المستوى الأمني أو حتى على المستوى الاقتصادي. يمكن في أيام إجراء الانتخابات كان في عدم رضا كثير جدا من الإدارة الديمقراطية، وحتى البرنامج اللي فاز به الرئيس أوباما، وهو يعني البرنامج الرئيسي اللي رجح كفته كان التأمين الصحي. معروف كان المشروع بتاع أوباما كير. والحقيقة الأمريكان اكتشفوا في نهاية الشهور الأخيرة ان هو كان بالونة يعني مملوءة بالهواء، لكن ما كانتش الحقيقة مش قد التوقعات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب قال ان احنا هنغير هذا المشروع وهنعمل بديل أفضل كثير للغاية. وبالتالي الحقيقة
هذه الزيارة بقى ما بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وقد أعد لها إعدادا جيدا، ستفتح ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية مهمة للغاية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي احنا علاقتنا هتبقى رائعة وجيدة مع العالم شرقا وغربا وأوروبيا. يعني شرقا روسيا والصين والهند، وغربا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبيا زي ما احنا بنشوف كده مع ألمانيا ومع فرنسا. التطور. خلاص احنا فاضل لنا دقيقة ونص. السعادة والبهجة اللي كانت على وجه المستشارة الألمانية وهي في الهرم وبتتفرج على عظمة الهرم وبتسمع أغاني مصرية، كيف رأيت هذا؟ شوف حضرتك، الألمان شعب بعكس الصورة الذهنية اللي موجودة عند البعض مننا ان الألمان شعب جاد وشعب عملي. بالعكس، الألمان شعب عاطفي وشعب فنان. يكفي ان الموسيقى والأدب والفن والشعر والعمارة كلها فنون ازدهرت في ألمانيا، وبالتالي هو شعب محب للثقافة. شوفي الاحتفاء بنفرتيتي وبالآثار المصرية. يعني حضرتك لما تروحي تشوفي تمثال نفرتيتي في ألمانيا كيف يتعامل معه الألمان، يعني بمنتهى الاحتفاء ومنتهى الحب ومنتهى الاحترام. وبالتالي الثقافة المصرية والفن المصري مقدر للغاية. وهي حتى المستشارة يعني فيها شخصيا هي بتحب قوي الموسيقى، خاصة الموسيقى الكلاسيك والأوبرا، وهي شاهدت امبارح جزء من هذه الفنون في هذا المكان الساحر مع أقدم أثر عالمي هم درسوه هم في المرحلة الابتدائية وفي سنوات الحضانة. وبالتالي كان في حالة سحر بهذا المكان. الحقيقة كانت زيارة ناجحة وهتفتح لنا آفاق كبيرة جدا في الفترة القادمة. إن شاء الله. مبروك لمصر. مبروك لمصر. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السرساوي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمتخصص في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا أستاذ أيتن. مشاهدينا، خلصت حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس المكان، شاشة الفضائية وفي نفس الميعاد، الجمعة الساعة 7، وملفات ساخنة. تحياتي أيتن الموجي، والسلام عليكم ورحمة الله.